ارمي العيش في الميه وتعالي اقولك ازاي توفري فلوسك. هتجيبي العيش المبلول بالشكل ده وتعالي هقولك ازاي هنحوله اللحمه بفكره مطبخيه لاول مره هتشوفيها معايا، هتوفر لك كتير. كيلو اللحمه بقى ب 270 جنيه. تعالي نوفر وندبر مع بعض بافكار كتيره قوي موجوده في الفيديو ده، وهقولك ازاي تحولي العيش المبلول للحمه تاكلي وتشبعي بيها انت واولادك. يلا كده نبدا مع بعض الفيديو النهارده، واشتركي معايا في القناه لو انت اول مره تشوفيني. ويلا نبدا كده مع بعض باول فكره، وما تنسيش طبعا اللايك الحلو منك لو عجبتك الافكار اللي موجوده النهارده. جبت كده عيش، وده عيش زي الفل يعني بواقي عيش بتتاكل عادي، كانت عندي في التلاجة. جبتها كده وجمعتها وبدأت ان انا احط مية، والمية اللي انتي بتستخدميها تكون مية ساقعة، علشان لو انتي استخدمتي مية سخنة هتلاقيه عمل معاكي زي العجينة، وانا مش عايزة كده. هشربه كويس جدا في المية زي ما انتوا شايفين، ولو احتاج مية تاني بتزودي كده بالمقادير، يعني ما تحطيش مية كتير لحد ما يشرب معاكي المية بالشكل ده، والعيش يبقى طري جدا. بصي بقى طري ازاي. هسيبه تاني شوية لحد ما يشرب المية، وفي الاخر خالص هحطه على المصفى وهصفي المية دي. لازم تصفي المية كويس جدا، ما تخليش فيه اي بواقي مية. كده خلاص. بعد ما سبته دقيقتين 3 بقى طري معايا، واقدر ان انا افركه كده باي شوكة او بايدي. وبعد كده هبتدي ان انا هصفي المية، وبالشوكة كده افركيه كويس جدا زي ما انت شايفة. ممكن تحطيه في الكبة وتديله كده ضربة او ضربتين في الكبة، بس احسن حاجه ان انتي تعمليه كده بشوكه، علشان انا مش عايزاه يبقى عامل معايا زي العجينه، انا عايزاه يبقى مفروك كده لحد ما توصلي للمرحله دي. كده خلاص. بعد كده هجيب بصله كده متقطعه صغير او بصله مفرومه، وهتبتدي ان انتي تخلطي على العيش بالشكل ده، وقلبي بقى المكونات دي كويس جدا، وهرسيهم كويس جدا كده مع بعض. بعد كده ضيفي التوابل، معلقة من التوابل السبعة، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وممكن تضيفي شطة. حطي التوابل اللي انتي حباها، وخلطي بقى المكونات دي كويس جدا كده مع بعض. وكده انتي تبلتي العيش مع البصل بالشكل ده. تعالي اقولك هنعمل بيهم ايه. لقيت بقى عندي في التلاجة شوية كده لحمة مفرومة، كنت شايلاهم وبحطهم كده على وش المكرونة، وكان عندي شوية من الدهن فرمتهم عليهم زي ما انت شايفة في الكبة. طبعا الكمية دي قليلة جدا، مش هتأكل حد أصلا زي ما انتوا شايفين، كمية قليلة خالص. رحت عملت ايه، ضعفت بقى كمية اللحمة دي بالعيش المبلول. ضفت كده اللحمه في طبق كبير، وحطيت عليها العيش المبلول زي ما انتوا شايفين، والعيش المبلول ده متبل طبعا بالتوابل بتاعتنا والبصل زي ما انت شايفه، وبشويه الزيت. انا نسيت اقولك ان انا حطيت عليه شويه زيت. وخلطت بقى المكونات دي كويس جدا، لازم تخلطيهم كويس جدا بحيث ان هما ما يبانوش خالص ان انت كنتي حاطه عيش مبلول. بعد كده جبت صينيه والشبكه بتاعتي، وحطيت شويه ميه علشان الصينيه ما تتحرقش معايا، وبدات ان انا اصبح كفته زي ما انتوا شايفين. في الاول بصراحه كنت عامله صوابع كبيره، قلت علشان ما تكشش معايا، بس في الاخر غيرت رايي وبدات ان انا اقلل الكميه شويه علشان اعمل كميه كبيره. زي ما انت شايفه كده بتحطيهم على الشبكه، وتبتدي انت تشغلي الفرن من تحت، وبعد كده تشغلي الشوايه وتقلبيهم كده بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. بدات ان انا اصغر الصوابع شويه، وعايزه اقول لك عملت كميه محترمه من الكفته، وعملت جنبهم شويه مكرونه. كان طعمهم حلو جدا، ومحدش خد باله ان انا كنت مزوده عليها عيش مبلول، وطلعت متماسكه وجميله وطعمها حلو قوي. قلت لهم كمان على المقادير، وقلت لهم ان انا زودتها بعيش مبلول، قالوا لي دي طعمها تحفه وجميله جدا وكمان اقتصاديه قوي. بشويه لحمه مفرومه عملت كميه كبيره من الكفته، وكان طعمها حلو جدا. تعالي بقى نشوف تاني فكره معانا في الفيديو. حطيهم جوه البرتقانه وانسي ان انت تروحي للدكتور. مضاد طبيعي بيقضي على الكحة والسعال ويقوي جهاز المناعة. الشتاء داخل علينا بقوة والجو برد، ربنا يساعدنا على اللي احنا فيه، فلازم نقوي جهاز المناعة بتاع أولادنا ونحميهم من نزلات البرد الشديدة. حتى لو كان عنده دور برد وكحة، فبإذن الله هتلاقي الدور ده بإذن الله اختفى معاه بسرعة ومطولش خالص. عايزاكي بس تصلي على رسول الله في التعليقات الأول، وما تنسيش اللايك الحلو منك، وخلي الكل يستفيد وشاركي الفيديو. هتجيبي كده البرتقان، والبرتقان بقى موجود عندنا، هناخد جزء صغير جدا من البرتقانه زي ما انت شايفه، وما تنزلهاش كلها، يعني حاولي كده ان انت تاخدي جزء بس كده من النص، وتسيبي باقي البرتقانه سليم. وبالشوكه كده ابتدي ان انت ايه تعمليها زي عصير البرتقان كده جواها، يعني اعملي كده بالشوكه، هرسي البرتقانه نفسها بالشوكه علشان تنزل ميتها بالشكل ده. وبعد كده هتجيبي فصين من الثوم، وتبتدي ان انت تحاولي على قد ما تقدري تقطعيهم صغير جدا، او لو كمان هتهرسيهم هيبقى افضل ان انت تهرسي كده الثوم وتقطعيه صغير زي ما انت شايفه.
وبعد كده هتجمعيهم وتحطيهم جوه البرتقانه. وبعد كده هتحطي معلقه متوسطه من الجنزبيل، وهتجيبي نص ليمونه وتعصريها جوه البرتقان، يبقى جنزبيل وتوم وميه البرتقان والليمون، تعصريهم كويس زي ما انت شايفه. وهنحط عليها معلقه كبيره من العسل الابيض على حسب ما البرتقانه تشيل معاكي. هاتي بقى اي حاجه رفيعه وابتدي ان انت قلبي المكونات دي كويس جدا. دوبي العسل مع ميه البرتقان والليمون والثوم وشويه الجنزبيل اللي احنا ايه حطيناهم زي ما انت شايفه كده. تفضلي تقلبي فيهم يعني ايه تقليبه كده كويسه لحد ما تحسي المكونات اختلطت كويس مع بعض. انا جبت كده معلقه تانية وبدات ان انا اقلب فيهم كويس، وتسيبيهم ليله كامله. الافضل ان انت تسيبيهم تعمليها من الصبح لحد مثلا ايه بالليل تاني يوم، تحطيها كده جوه طبق وتسيبي المكونات دي بقى تتفاعل مع بعض. هتلاقي اصلا نزلت الميه بتاعتها، بصي هتلاقي كل مره نزلت شويه ميه زي ما انت شايفه. التوم هيدوب البرتقانه من جوه مع الجنزبيل والليمون والعسل. هتغطيهم بالشكل ده وتسيبيها ليله كامله زي ما اتفقنا. وبعد كده هتعصري البرتقانه، بس هتعصريها طبعا يدوي بالمضرب، او مثلا عندك عصاره برتقان هتبتدي ان انت تعصريها كده بالثوم بتاعها بكل حاجه. واعصري بقى، عايزه اقولك كده خلاصه حلوه جدا بتقوي جهاز المناعه. عندك بلغم، عندك كحه، عندك مثلا دور برد شديد قوي، اولادك صغيرين مثلا مناعتهم ضعيفه وبيجوا في الشتاء ده بيبردوا، اعملي الوصفه دي طول الشتاء. بصي ما تخليش بيتك يخلى من الوصفه دي ابدا. هتصفي المكونات دي كويس جدا وادي بقى لاولادك طول الشتاء ده. عايزه اقولك جهاز المناعه بتاعتهم هيبقى قوي، هيستحمل اي دور برد، هيبقى قليل جدا لما يبردوا. ده فيتامين سي، والثوم مضاد حيوي طبيعي، والجنزبيل والليمون كلها دي حاجات مضادة للكحة والسعال والبرد، وكلها حاجات طبيعية ما فيهاش اي ضرر لا على الاطفال ولا على الكبار. يشربوا زي ما انتي على قد ما يقدروا بقى، على قد ما يقدروا يشربوا على مدار اليوم، وبإذن الله هتلاقي دور البرد والكحة كله اختفى. عايزاكي بقى تشيري الفكرة دي عشان الكل يستفيد، وعايزاكي بقى تكملي معايا الفيديو وتشوفي الفكرة التانية بإذن الله برضه هتعجبك.